يا مساء الخير على كل اللي شايفيني وسامعني دلوقتي من خلال قناتي على اليوتيوب بعنوان حاتم النجار. معاكم حاتم النجار وحلقة جديدة علشان رمضان والعيد. كل سنة ومصر كلها والعالم الإسلامي بخير وسلام وكل حاجات حلوة. النهاردة احنا داخلين على 18 رمضان. انا بسجل في ليلة 18 رمضان. عنوان الحلقة النهاردة هنتكلم عن الجو العام اللي بيحصل في مصر من خلال رمضان والأعياد. رمضان السنة دي الحمد لله كان كريم على الناس كلها، كان خفيف حلو، صيامه جميل. ربنا يتقبل كل دعوات اللي دعوا واللي صلوا في رمضان وصاموا، وربنا يتقبل صيام الجميع. أول حاجة هتكلم فيها كحك العيد. طبعا كلنا عارفين ان كل المجتمع المصري كله ومصر بتمر بأزمة اقتصادية مش طاحنة قوي، ولكن نص طاحنة بسبب الظروف العالمية واللي حصل السنتين اللي فاتوا. ولكن الجديد بقى اللي أول مرة ألاحظه السنة دي إن شركات كحك العيد ومحلات كحك العيد أو الحلويات ابتدوا يراعوا الظروف الاقتصادية دي في حاجتين. الحاجة الأولانية عبوات كحك العيد. كان خلال السنوات اللي فاتت أيام ما كانش فيه أزمة اقتصادية كان العبوات كيلو أو 2 كيلو أو 5 كيلو. ظهرت دلوقتي عبوة جديدة هي عبوة النص كيلو. نص كيلو كحك سادة، كحك بالملبن، كحك بالعجمية، أو نص كيلو من خلال البسكوت، بسكوت بالبرتقال، بسكوت نشادر، أي نوع من البسكوت. كل حلويات العيد نزل منها عبوات النص كيلو. وانتوا لو نزلتوا السوق هتلاقوا الموضوع ده منتشر في الشركات الكبيرة زي العبد والابوار و حاجات كتير جدا. الحمد لله خير ربنا كتير يعني. وسعرها يعني مثلا لو احنا قلنا كيلو كحك السادة دلوقتي في مصر ب 190 جنيه، هتلاقوا النص كيلو عبوة النص كيلو ما بين ال 85 و 90 جنيه. المفروض ان مثلا 190 على الاتنين بحدود 85 90 جنيه، ولكن في زيادة 2 3 جنيه، فهتلاقي العبوة ما بين ال 85 و 90 جنيه. نمرة 2 الملاحظة التانية حلويات رمضان. انا مش بتكلم بقى عن الكنافة وعن البسبوسة وعن القطايف والكلام ده، سعرها عالي. يعني في المحلات الكبيرة سعر كيلو كنافة معدي هو والبسبوسة والحاجات حلويات رمضان، حلويات الشرقية يعني. ولكن الميكس في ساعات محلات دي كتيرة جدا، يعني محلات شعبية او محلات كبيرة بيعملوا الميكسات طعمها حلو حقيقي يعني انت لو نزلت دلوقتي عشان تدور على طبق حلويات محترم، كمية يعني محترمة، وميكسات كنافة على بسبوسة على كريمة على جميع انواع الحلويات الشرقية، هتلاقيها السعر بتاعها في المتناول بتاعك. يعني انا في حاجة اسمها المدلعة مثلا، دي جبتها من ميدان الحلمية من محل مشهور هناك اسمه لبنان. المدلعة دي ب 33 جنيه، طبق حلو محترم، سكره جميل كويس، وسعره 33 جنيه اظن في متناول الجميع لحد ما يعني. لو نفس الميكس ده موجود في المحلات الكبيرة هتلاقيه مثلا ب50 ب60، كبيره 70 جنيه. طبق حلويات والله العظيم 3، انا بحلف بالعظيم من غير مبالغة، يعني كمية حلوة تكفي 2 مثلا مستريح يعني، و3 ميزانيين جنب بعض، كل واحد يعمل حساب اخوه يعني. انا عايز اقوله ان من ضمن احساس الناس
ببعضها اتعمل الكلام ده. يعني شركات الحلويات الكبيرة اللي قلت اسمها قبل كده في أول الفيديو، ولحد دلوقتي بتراعي الظروف الاقتصادية بتاعة المواطن المصري. في حل تالت بقى، يا بختك لو الوالد أو الوالدة عايشين، الناس القديمة دي وخصوصا الوالدة بيعرفوا ازاي يخبزوا الكحك ويعملوا الكحك في البيت، هتلاقي الموضوع أسهل بكتير وأبسط بكتير. طبعا عبوات السمنة اللي تنفع للكحك وللحلويات سعرها زاد شوية، ولكن ما زال في المتناول برضه، ممكن تتصرف معاه يعني. ان شاء الله الازمة دي تعدي، وهتكلم معاكم في فيديوهات كتير بعد كده عن ازاي نعدي الازمة الاقتصادية دي. احنا قربنا نعدي على فكرة، خلاص الازمة حصل، ولكن في طريقها للحل. طريقها للحل نعدل سلوكنا في الاستهلاك، نعدل سلوكنا في الشراء الحاجة. بلاش والنبي الحاجات اشتري 4 كيلو و5 كيلو بتفور على كنافة على هزعل. مش حاتم هيزعل بس، لا، اللي هشتري هيزعل. عدل سلوكك في الشراء، هتستريح وتنبسط وتبسط بيتك. كنت معاكم حاتم النجار، وتحيا مصر، وتحيا مصر بلدي وبلد اي حد عايش فيها. واشوفكم على خير في حلقة جديدة ان شاء الله.